ما عنديش وقت اعمل مكياج وعندي اطفال، وما عنديش وقت البس واعمل زي الستات، ما انا عشان بربي لك عيالك، ما انا الجمله دي كلنا بنقولها، ومش بقلل منك، بقول كلنا، يعني اكيد زيك قلتها. طب يا ترى الراجل شايف ان انا فعلا ما عنديش وقت ان انا اوضب نفسي او اظبط نفسي؟ اقول لك الراجل شايفنا ازاي بصراحه، ومش عايزه حد يزعل مني. الراجل شايف: واحد، كان عندك وقت وانت قاعده بتكلمي مامتك في التليفون بالساعات. اتنين، كان عندك وقت وانت نازله تشتري في الحاجه وطلبات البيت وقابلت جارتك نقط ووقفتي اتكلمتي معاها شويه، ولما رجعتي قلت لك كنت واقفه معاها. تلاتة، شايف عندك وقت ما كنت بتتفرجي على مسلسل ومتابعه حلقاته. أربعة، شايف عندك وقت وانت واقفه بتنشري في البلكونه وسرحتي شويه في الشارع وبتتفرجي على الشارع. ايه ده بقى، انت هتعدلنا ولا ايه؟ لا، انا بقولك بيفكر فيك ازاي. غلطانه؟ بفوقك يما. طيب، هو فكر فيا كده وشاف كل ده وقت فاضي ليه وانا ما عنديش وقت لنفسي اعمل اللي انا عايزاه؟ عندك، بس انا هقول لك بقى حطي دي اولويات لنفسك. بمعنى اظبط نفسي. يعني انت خلصتي شقتك، اول حاجه بس اول ما بتصحي من النوم بتلمي شعرك عشان ما تبقيش منكوشه قدامه. بلاش، هو كده كده يصحى منكوش برده، بس مفيش مشكله. ركزي بس في شعرك. خشي اغسلي وشك، واول حاجه تعمليها معاكي هتغسلي الحمام. تصبني ايديكي حلو، تقومي تعملي بقى كوبايه الشاي، الفطار. ما بتعمليش فطار وتحطي بسكوت جنب الشاي، اعملي اللي بتعمليه. جوزك هينزل على الشغل، ولادك هينزلوا على الدروس، ايا كان الموقف اللي بتعدي بيه، جري على الشقه قماشه وتلمعي، معطر وترشي، كان تنفيضه وتنفضي كده الكنبه وتنزلي اللي عليها، والسراير هتغيري ملايه، هتغيري فرش كنبه، هتغسلي حاجه في الكنبه اتوسخت، وهكذا. جاري. اللي بعد كده بالمهفه ما تنسيش ان انت تنزلي التراب من على المروحه، من على صوره، مش عارفه ايه، بتمسكي الرياشه دي. بعدها على طول هتكنسي بالمكنسه او بالمقشه، شوفي انت عندك ايه في البيت. بعدها تلمعي السيراميك اللي باين بالفتاله، ودي اقل الحاجات اللي بتتعمل. بعدها هتجهزي الاكل، اللي هو لو انت مش من الناس اللي بتحضر اكل مره في الشهر، اللي هو مثلا بصل مفروم وقطه مفرومه او قطه مضروبه في الخلاط اقصد، يعني يبقى انت هتعملي زي الشطره، هتقفي تحضري للاكله، مش هتعملي الاكل. بمعنى هبشر البصلايه، هفصص لي كام فص ثوم، هعصر لي كام كيلو قوطه، وهكذا. والطلبات تيجي مره في الاسبوع. لو انت جوزك بيجيب لك طلباتك يبقى تمام، حلو. عندك حد من الجيران بيجيب لك طلباتك، مفيش مشكله. اعمل ايه بعد كده؟ طب والوقت اظبطه ازاي؟ بعدها انت خلصت الشقه والاكل، الحاجات الاساسيه اتوضبت، البصله، الثوم، القوطه اتعصرت، بتجيبي خضار مجمد او بتنضفي الخضار ده او ده، خلصيه. يعني لو عندك الخضار المجمد طلعيه فك بره ثانيتين كده ولا حاجه، قولي ربع ساعه. لو عندك خضار هيتوضب وضبيه، ممكن ده وانت قاعده قدام التلفزيون في الاخر بعد ما تخلصي. هتخشي على الحمام، تاخدي الشاور بتاعك المتين، تلمي شعرك وتحطي عليه شرب صغير، خلاص. وما تنسيش ان انت هتعملي ميك اب خفيف، نقطتين كونسيلر، ما تنسيش المرطب الاول، نقطتين كونسيلر. عايزه تحطي ماسكارا حطي، مش عايزه ما تحطيش احسن برضو. ارسمي عينيكي بخفيف قوي بالكحل من فوق. حواجبك لو انت صبغاها زي تمام، بتعمليها ميكرو، انت حره، انا ما قلتش حد يعمل ميكرو. كونسيلر تحت الحاجب عشان يحدد الحاجب. روج خفيف او زبده كاكاو، حاجه بس كده تبقى بتلمع. بس كده كحل من تحت كده خفيف، ما يبانش بس ان انت عينك معيطه او ان انت مجهده او كده. وطبعا تنت في الخدود. كده موضوعك كله. انت هتحطي في ايدك بعد الشاور على طول، ايدك ورجلك مرطب، وما تنسيش النقطه دي كويس قوي. مرطب ايه؟ استفز. عايزه تحطي بادي لوشن، انت حره. ده كريم للجسم بيتباع كده، بيبقى ازازه كبيره، بتجيبيها من محلات التجميل، النوع اللي انت عايزاه. بتاع افون حلو قوي، مش عايزه بتاع افون عشان ريحته عاليه، اللي انت عايزاه. بنسينول، اعتبريه مرطب وحطي في ايدك ورجلك، حلو كده. اهم حاجه ايدك ورجلك ورقبتك. خلصنا كده، والكعان والركب والكعب، حاجات اساسيه. خلصت كل المرطب بتاعي، تقعدي بقى لما تنشف يا حبيبتي، بلاش توري كده، ما ده هيلطع في كل الشقه. ينشف بعد كده يا حبيبتي، تروحي زي الشطره بقى. طب ما تنسيش الباديز بلاش على جسمك، ينشف خالص، ما فيش اي حاجه. اقوم بقى احط الاكل ده على ده، وابقى ست نظيفه ولابسه جلابيه حلوه كده وانا بعمل الاكل. طب ما هيجي من بره هتبقى ريحتي اكل. بعد ما بتخلصي الاكل والمواعين، قومي غيري هدومك مره واحده. هي جلابيه الاستقبال او عبايه الاستقبال او جلابيه، لو الباب اتفتح يعني تبقي ظاهره بيها عادي.
دي بتبقي لابساها واعملي بقى الاكل عادي جدا. مش لازم بقى ان انت وانت تفتحي غطا الحله تبقي واقفه وشك في الحله، يعني مش لازم نعمل ده. بس ممكن وانا بفتح غطا الحله ابقى واقفه من بعيد عشان ما اشربش الدخانه كلها، ابقى مشغله شفاط طول ما انا بعمل الاكل. الست تفرق في ايه؟ الست اللي بتطبخ وبتبقى شكلها حلو وريحتها حلوه عن الست اللي بتطبخ وريحتها بصل وتوم. احنا قلنا ان البصل والثوم كانوا قبل الشاور، وافتكريها كويس قوي، وبعدها خدت شاور، وبعدها حطيتي بادي سبلاش وبادي لوشن على جسمك. البادي لوشن يعني كريم للجسم، بيبقى كريم معطر شويه وخفيف عشان الجسم يمتص بسرعه وما تيجي تلبسي اللبس ما يطبعش عليه. بتقول لنا المعلومات دي ليه؟ عشان في ستات بجد الحاجات دي بتبقى تايهه منهم، ومهما قالت انا ما عنديش وقت، في حاجات بسيطه قوي هتعمليها اهو ان شاء الله هيبقى عندك وقت. ابنك او بنتك لو بيبيهات صغيرين هتعوديهم ان هم يعتمدوا على نفسهم شويه، بلاش نبقى لازقين في بعض. يعني مثلا تعالى يا بابا انا في المطبخ، تمام، لا انت حدودك لحد هنا، ما تدخلوش معاك المطبخ، يعني يقف لحد باب المطبخ كده تحطي له لعب ويقعد يلعب، حطي له مكعبات. لو بيبي صغير، لو عندك حد من العيله يقدر يقعد بالبيبي ده يبقى تمام. ما عندكيش حد ما تعتمديش على حد، كملي انت لوحدك المسيره، انا عارفه انها صعبه. لو بيبي بيقعد في مشايه يبقى الحمد لله حلو. دي اهم حاجه. المطبخ ممنوع يدخلوا الاطفال المطبخ. الزيت تحسي ان هو استغفر الله العظيم، اول ما الطفل يدخل تلاقي ازاز بتاعت علبه الزيت دي، ولا انا اسفه طاسه الزيت دي تحسي انها مخضوضه، ما تعرفيش في ايه. الشوربه تحس انها عماله تبقبق بزياده. سبحان الله. عيالك ما يخشوش المطبخ وهم اطفال لو سمحتوا، بعد اذنكم، تمام. لو ابنك في مشايه، لو ولادك بقى كبار المواضيع دي هتبقى عندك اسهل شويه، ولكن انت لو تعودتي عليها واطفالك صغيرين هتعرفي تكملي. زي الست اللي بتشتغل ومعاها اطفال بتعرف تتعامل، تسيب العيل في الحضانه تروح شغلها ترجع تجيب العيل من الحضانه وتجيب معاها الخضار، وتحسي انها سوبر وومن، يعني شايله خضار وشايله عيال وتطلع تعمل الاكل بسرعه وما شاء الله عليها. فالحكايه محتاجه منك تعود وتعب شويه. التعب شويه، نقلل كلام في التليفون مع صاحبتي مع مامتي، اموت بقى اتخانق، لا انت اهم. اليوم اللي هيروح منك مش هيرجع، محدش هيقول لك رجعت لك امبارح عشان راح منك. طب وانا بقى خلاص يعني انا ملكان بقى طول النهار قاعده له مكياج ومتخططه وشكل حلو، لا 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 انت مش قاعده له. هو انا بقول لك اقعدي له؟ هو انا بقول لك اقعدي لي؟ اقعدي لنفسك. ايام كتير ما بطلعش فيها على الميديا وبظبط نفسي لنفسي. انا حلوه، انا ست كويسه، انا ما فيش مشكله، انا بقى قاعده في البيت ريحتي حلوه، انا بقى قاعده في البيت منمقه، الباب لو خبط في اي وقت انا ما اجريش علشان بسرعه على الحمام انا شكلي يئس، انا اسفه والله مش حلو. مش هقول كلمه تزعل الستات عشان بحبكم قوي والله. يعني مش هخش الحمام اظبط، لا انا شقتي نظيفه الحمد لله في نعمه، انا شكلي منمق. لو هتخشي تحطي طرحه انت حره، بس انا بتكلم في ان واحد يقول لي لا ولا عايز ياخد دش. طب ما كنت خدتي من بدري يما قاعده قرفانه ليه؟ اعملي الاكل وانت جلابيتك نظيفه وريحتك حلوه، ده كله هيأثر على المود عندك. وما ننساش توضيب الاكل، انا عن نفسي بعمله مره في الشهر. وضبي اكلك، عندك بصلك، عندك تومك، عندك القوطه، لو الثلاثه دول عندك انت المكرونه تعتبر بقت معموله. اي خضار عندك بقى سهل. رتبي يومك. محدش، ومهما قعدتي تقولي للبشر كلهم وعملتي دور الضحيه وقلتي انا ما عنديش وقت، مفيش حد هيساعدك يقولك طب خدي حبه وقت. طلعي حبه وقت. النوم مش هقول لك كتري، يعني حاولي قللي النوم على قد ما تقدري. اشربي شاي كده وقهوه من الصبح عشان تعرفي تبشري بقيه اليوم وتفكري بقيه اليوم وتشوفي هتعملي ايه. نقلل تليفون، نقلل قاعده قدام التلفزيون، وقت للتليفون. كل حاجه ليها وقت، ولو هتعملي ده بساعات طويله اعمليها وانت ريحتك حلوه وشكلك حلو ومنمقه، عشان في الاخر ما يبقالوش حجه يقولك اصل الستات اللي على النت غيركم، دي اللي عندك في البيت ضفرها برقبتهم، بس انت اللي ما تعرفش. ما هي لو في نضارتك دي في فلتر زي اللي على الابليكيشن هنا وزي على كل البرامج كان زمانك شفتها زي ما انت شايف كل الستات اللي على الميديا او على البرامج. السلام عليكم.